السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايبه لكم فيديو عن الكوكا. طبعا احنا لسه جامعينها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. يعني حبيت ان انا اجيبها لكم اللي هي الطرية الحلوة دي كده اهي زي ما احنا شايفين. هقول لكم طبعا فوائدها دلوقتي عن فوائد الكوكا. او كيكي، يعني في ناس عشان اسمها بس ما بيحبوش ياكلوها ولا بيحبوا يجيبوها، ما احنا قلنا عليها الايه الكيكي عشان ايه يحبوها. طبعا هي انقاص الوزن، لها فايدة كبيرة جدا في إنقاص الوزن وإيقاف النزيف، تنظيم مستوى الكوليسترول، علاج طبيعي، وطبعا بتقلل احتباس السوائل في الجسم، إزالة السموم من الجسم والحفاظ على صحة الكبد، منح الجسم بالطاقة. وبسبب يعني محتوى الغني بالبوتاسيوم، فيها بوتاسيوم عالي. طبعا زي ما هي لها فوائد، وعلى الرغم من أن فوائدها الصحية عالية، فاكهة الكاكا أو الكيكي للجسم يمكن أن تسبب بعض الأضرار والآثار الجانبية. يعني لما نتناولها بكميات كبيرة طبعا بتسبب بعض الأضرار. طبعا لما بنيجي تناولها بكميات محدودة. وتعتبر الكوكا مصدر غني بفيتامين A، طبعا دي من مميزاتها الذي يحافظ على صحة ونضارة الجسم والمناعة، كما تحتوي على نسبة وفيرة من مضادات الأكسدة التي تقوي من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والسرطانات. وتتميز الكوكا باحتوائها أيضا من خصائص مضادة للالتهابات، من الإصابة من أمراض القلب والسكر، إلى جانب نسبة عالية من الألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول في الجسم. وعلى الرغم من أن الفوائد الصحية التي تقوم بها الكوكا للجسم، إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الأضرار. هنقول أضرارها بقى، وهي يعني البشر قادرين على تناول الكوكا دون التعرف على أي أضرارها بالجسم، ولكن في الحالات نادرة ربما يتعرض الجسم لمشكلات صحية بعد تناول انسداد الأمعاء. ويمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من الكوكا خلال اليوم إلى الإصابة بما يعرف باسم البازاهر، وهو عبارة عن تراكم كتل صلبة من المواد غير القابلة للهضم، والتي تتحدث مع حمض المعدة مسببا انسداد الأمعاء، ويحدث تحديدا نتيجة تراكم ألياف غير قابلة للهضم، وهو من الأنواع الأكثر شيوعا من الأمراض. وتوجد هذه الألياف عادة من الكثير من الفواكه والخضروات. وطبعا الكوكا طبعا احنا قلنا لما بناكلها بكميات عالية بتحصل الأضرار بتاعتها دي، تشمل طبعا من الأضرار برضو اللي بتحصل كرفس والخوخ والزبيب والشمندر والكوكا. طبعا احنا مش وطبعا بتعمل حساسية، لأمراض الحساسية احنا ما بننصحش ان هم ياكلوها نادرا، يعني نادر لما بتعمل حساسية يمكن ان يحدث لدى بعض الحالات، حيث تشمل الأعراض ألم في البطن والشعور بالغثيان، ومن الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بما يسمى الصدمة التاقية، والتي تعتبر نوعا أكثر حدة من الحساسية. طبعا نخلي بالنا برضو، يعني ما نكترش من تناولها، يعني هي ثمرة أو 2 بكثير أوي. قطعة صغيرة للطفل من الكاكا بعد إتمام عام، يعني الطفل لما يكون عنده عام يأكل قطعة واحدة بس بالانتظام ل3 أيام للتأكد من عدم معاناة من حساسية تجاه هذه الفاكهة. ولو ظهر أي أعراض طبعا نستشير الطبيب عن الفاكهة دي. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في قناة بالهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.